السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة من الحلقات ديال بودكاست تعليم السياقة. احنا في الشهر الفضيل ومن غير الشهر الفضيل ودرت حديث، يعني لا داعي اننا نتصرف تصرفات ونعتبرها حادثة شخصية، يعني بحال الشخص متعمد انه يدخل فيا ولا انه يدرس السيارة ديالي ولا ينهي بها، سواء هذيك الحادثة كانت مع دراجة ولا مع سائق سيارة ولا شاحنة. يعني ما خصناش نتصرفوا يعني بطريقة شخصية، يعني بحال هو أذى. يعني هذاك خطأ كما مجموعة الأخطاء اللي كيوقعوا. تكون غادي تحل شي حاجة ديالك تهرب عادي، يعني تكون هاز دجاجة طاحت لك تهرسات، يعني راه كتابت يعني كما الحادثة. يعني كيخصنا نتصرفوا بها بواحد التصرف اللي هو عقلاني، اللي هو الوثائق ديالنا كنأديو بهم الواجبات، غادي تنعمروا الكوسطا ديالنا، ولا الا كنديروا لا قدر الله كنديروا المحضر، فهمتي، باش كنقصوا من هاد الحده والخلافات اللي تقدر توقع اللي ما عندها يعني أهمية، وغير كدير مشاحنات وتقدر توصلنا لشي مواصفات أخرى. كنكونوا في حادثة مادية اللي هي فيها خسائر جسدية، كنصدقوا في ضرب وجرح وكوميساريات وبوليس ولا جدرمية، واللي أصلا ما بعيدة علينا وكتجعلنا غير نضيعوا الوقت ونخسروا بعضياتنا. وشكرا، نتلاقاو في حلقة من حلقات أخرى إن شاء الله.